كايا أصبح قاتل زيرين، وابنه صدمة محدش كان ممكن يتخيلها أبداً. اللي حصل قلب الأحداث كلها رأساً على عقب، وكشف وشوش كتير كانت مستخبية. بس السؤال اللي الكل بيسأله دلوقتي، إيه الفخ اللي هيقع فيه كايا بعد الجريمة دي؟ وإيه الشرط اللي ممكن تحطه عالية لصداقات عشان تتنازل عن المحضر وتخليها تخرج من السجن؟ المفاجأة الكبيرة إن صداقات مش هتقدر تخرج أبداً، لأنها بقت متهمة أساسية في القضية. ولأول مرة بنشوف صداقات ضعيفة تايهة ومش قادرة تلاقي حل للخروج من الورطة اللي وقعت فيها. يا ترى هتفضل قوية وتواجه، ولا هتخضع لشرط عالية وتوافق رغم كل اللي حصل؟ وكل خطوة جاية هتكشف حقيقة جديدة. تشيهان كمان في نار ما بين قلبه وعقله، محتار ما بين الحب والانتقام، ولسه في مواجهة كبيرة مستنياه. أما انتقام كايا من ديمير فده اللي هيقلب الموازين كلها وهيخلي الأحداث تخرج عن السيطرة. خليكم معايا للنهاية عشان تعرفوا الشرط اللي هتطلبه عالية من صداقات، وليه صداقات مش هتقدر تخرج من السجن. هل فعلا مصيرها خلاص اتحدد؟ تابعوا معايا للنهاية عشان نعرف سوا المفاجأة اللي محدش متوقعها. ويلا نبدأ. لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك هعرف إنكم حبيتوه فعلاً، وإن تعبي في التحليل مش بيروح على الفاضي. اللايك بتاعكم مش بس دعم، ده بيحمسني أكمل وبيشجعني. ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل تحليل جديد لمسلسل المدينة البعيدة. ويلا نبدأ. الإعلان بيبدأ بلقطة صدمة، الكل في حالة توتر وارتباك، وكل العيون بتدور على زيرين اللي اختفت فجأة من غير أي أثر. السؤال اللي بيشغل الكل، مين اللي خطف زيرين؟ الشكوك بتبدأ تروح ناحية كايا، لكن بعد وقت قصير بيكتشفوا إن كايا مش الخاطف الحقيقي. شاهين، ديمير، وكايا بيبدأوا رحلة البحث عنها، وفي الوقت ده زيرين بتكون محتجزة في مكان غامض، مفيش حد يعرفه ولا يقدر يوصل له بسهولة. اللحظة الحاسمة بتيجي لما يوصلوا أخيراً للمكان المجهول ده. كايا بيمسك مقبض الباب ويفتحه بهدوء، لكن للأسف بيطلع المكان فخ قاتل، وبيتم إطلاق النار والرصاص بيصيب زيرين قدام عينيه. كايا بيتصدم، مش مصدق اللي حصل. الطلقة اللي خرجت كانت سبب في جرح حبيبته، والمأساة الأكبر إنه بعد كده هيعرف إنها كانت حامل بطفله. وهنا بتبدأ الكارثة الحقيقية. كايا بيتهموه بقتل زيرين وابنه، والصراع بينه وبين ديمير بيشتعل، خصوصاً لما يعرف إن ديمير كان عارف إن زيرين حامل لكنه أخفى عنه الحقيقة. وده هيولع نار انتقام جديدة، نار محدش هيقدر يطفيها. في وسط كل ده تشيهان بيختار الصمت، مش هيقول الحقيقة لكايا، ولا هيعترف إن الطفل ده كان فعلاً ابنه. بعد إصابة زيرين الكل بيتجمع في المستشفى، وكايا منهار تماماً، الدموع في عينيه، مش قادر يستوعب اللي حصل. بيقعد جنبها بيتكلم بحب ووجع، لكن اللي بتسمعه إيبيك بيكسرها من جوه، لأنها بتدرك أخيراً إن كايا عمره ما حبها، وإن قلبه من البداية كان ملك زيرين بس. أما عن شاهين فهنا الصدمة الأكبر. بعد ما حط الخطة علشان ينقذ زيرين وكان فاكر إن كايا هو الخاطف، بيكتشف في النهاية إن كايا ملوش علاقة بالموضوع تماماً، وإن الحقيقة أبعد وأخطر بكتير مما كان متخيل. في نهاية الطريق وبيظهر إن اللي خطف زيرين مش شخص عادي، الخاطف تابع للمافيا. والمفاجأة الأكبر إن المتسبب الحقيقي ورا كل ده هو أجمل نفسه. ومن هنا بتبدأ مواجهة جديدة، صراع دموي ما بين الأب وابنه. شاهين اللي كان دايماً شايف في أجمل القدوة دلوقتي بيشوف فيه العدو. شاهين بياخد صف تشيهان وبيقرر يتعاون معاه علشان يوقع أجمل، وبيبدأ يجمع كل الأسرار والمعلومات عنه علشان يسلمها لتشيهان ويكشف حقيقته قدام الكل. ومن خلال بحثه بيكتشف حقائق صادمة، وبيوصل لمعلومات خطيرة عن أعداء أجمل، وبيظهر إنهم نفس الأشخاص اللي حاولوا يقتلوا بوران من قبل. والمفاجأة إن السبب الأساسي ورا كل ده هو أجمل نفسه، بسبب أعماله الغير شرعية وصفقاته المظلمة اللي خربت حياة ناس كتير. من اللحظة دي الأحداث بتتحول من مجرد انتقام لعاصفة من الأسرار، كلها مرتبطة ببعض، وكل خطوة فيها هتكشف وش جديد من وشوش الغدر والخيانة. تشيهان بيعيش صراع داخلي قاسي جداً ما بين وجعه على صداقات وبين أفعاله اللي خلتها توصل للسجن. هو شايف قد إيه وجودها جوه السجن كسرها، هدم كبريائها، وضرب غرورها اللي كانت دايماً سلاحها.
كل ده حصل بسبب عالية اللي قدرت بخطة ذكية توقع صداقات في الفخ وتخليها تدفع ثمن تصرفاتها كلها. لكن رغم كل اللي حصل، تشيهان مش قادر يرتاح. ما بين دموعه المكبوتة وضميره اللي بيأنبه بيحس إنه هو كمان جزء من السبب. دلوقتي تشيهان قدام اختيار صعب: يقف مع والدته رغم أخطائها، ولا يقف ضدها علشان ينصر الحق. بس قلبه بيغلبه ومش قادر يتخيل والدته تقضي أيامها بين جدران السجن. عشان كده رغم كل شيء هيقرر يحاول ينقذها، لكن لأنه حاسس إنها لازم تكون جنب بوران وجنب العيلة اللي بقت على حافة الانهيار. وفي نفس الوقت عليان هتبدأ تحس بتأنيب ضمير، خصوصاً لما تشوف تشيهان بيتألم بالشكل ده، وهتبدأ تسأل نفسها: هل كانت فعلاً بتدور على العدالة؟ ولا الانتقام خلاها تتحول لشخص تاني؟ الصراع ده بين تشيهان وضميره وبين عالية وندمها هيكون نقطة تحول كبيرة في الأحداث اللي جاية، وهيكشف جوانب جديدة في شخصياتهم محدش كان متوقعها. أما عن التسريب القوي اللي محدش كان متخيله، فالصورة كلها هتتقلب رأساً على عقب. المفاجأة الصادمة إن المريضة اللي كانت السبب في الأزمة هتموت، ومع موتها الكل هيتفاجئ إن أصابع الاتهام كلها هتتوجه ناحية صداقات، اللي هتتحول من مجرد سجينة لقضية بلاغ إلى متهمة بالقتل. الصدمة الأكبر إن حتى لو عالية قررت تتنازل عن بلاغها ضد صداقات، الموضوع مش هيخلص، لأن الاتهام الجديد أخطر بكتير. القضية دلوقتي بقت جريمة قتل، وده يخلي خروج صداقات من السجن شبه مستحيل. اللي حصل هيكسر تشيهان تماماً وهيدمر عالية نفسياً، لأنهما الاتنين هيفهموا إن اللي حصل كان نتيجة انتقام خرج عن السيطرة. عالية كانت عايزة ترد حقها، لكن النهاية كانت مأساوية. الانتقام خلى صداقات تخسر كل حاجة، وحتى لو فكرت تبرر أفعالها، خلاص الطريق اتقفل قدامها. وفي الوقت اللي المفروض تكون فيه صداقات جنب بوران اللي محتاجها أكتر من أي وقت، بتكون محبوسة بعيد، بتواجه تهمتها وغرقانة بين ندمها وغلطتها اللي غيرت مصيرها للأبد. أما عن عالية وشرطها الأساسي لخروج صداقات، فده المشهد اللي محدش هيقدر ينساه. عالية بتدخل السجن وبتطلب مقابلة صداقات. المواجهة ما بين الاتنين بتكون مليانة غضب وجروح قديمة وكلام موجع. أول ما بتشوفها، عالية بتقولها بكل برود إن من حسن حظها إن أولادها طلعوا صادقين مش زيها، وبتضيف جملة موجعة: مكانك الطبيعي هو هنا في السجن. الكلام بيكسر صداقات من جوه اللي كانت دايماً قوية ومسيطرة، دلوقتي بقت ضعيفة ومهزومة قدام عالية، مش قادرة تبص في عينيها ولا حتى ترد عليها. بتحاول تبين إنها ثابتة، لكنها من جوه منهارة، لأنها أدركت إن عالية دلوقتي هي المنتصرة. بعدها عالية بتقرب منها وبتقولها إن في حل واحد بس تخرج بيه من السجن، لكن الشرط ده هيكسرها للأبد. السؤال اللي الكل بيسأله: يا ترى إيه الشرط ده؟ أنا عندي احتمالين. الأول إن الشرط يكون إن عالية تطلب من صداقات تضمن زواجها من تشيهان، حتى لو بوران فاق ورجع للحياة تفضل هي زوجته رسمي. ولو صداقات فكرت تتراجع أو تتكلم، عالية تهددها إنها هتبلغ عنها في قضية مقتل مينا، وده شرط قاسي جداً، لأنه هيكسر صداقات من ناحية تشيهان ومن ناحية ابنها كمان. أما الاحتمال التاني فهو إن عالية تطلب من صداقات تسيب القصر بالكامل وتغادر مع تشيهان ودينيز وتعيش بعيد عن كل حاجة تخص عائلة تشيهان، وفي المقابل تتنازل عالية عن البلاغ اللي قدمته ضدها، لأن صداقات هتخسر بيتها وابنها وحتى حفيدها دينيز، وهتبقى فعلاً لوحدها لأول مرة في حياتها. أنا شخصياً شايفة إن الشرط الأول هو الأقرب، لأن في كسر نفسي أكبر وفي إذلال لعزة صداقات اللي كانت دايماً شايفة نفسها فوق الكل. شاركوا رأيكم في الكومنتات، وشايفين إن هي شرط فيهم ممكن تختاروا عالية؟ واستنوني في الفيديو الجاي عشان نحكي تفاصيل أكتر عن المواجهة اللي هتقلب كل الأحداث. سلام.